انا جايبه لك بقى النهارده طريقه سهله جدا لعمل الفطير المشلتت، طريقه فرد سهله جدا مش هتتعبي فيها خالص، والنتيجه بجد حلوه جدا. من كيلو دقيق بس هتطلعي 4 فطاير بالشكل ده. انا متاكده حجم وسط سهولتها ان انت هتعملي الوصفه دي كل يوم. وكمان هنعمل الفطير بالزبده مش بالسمنه، خفيف وسهل وبسيط، وتاكلي منه قد ما تاكلي مش هتتعبي منه خالص. والفطير بيطلع خفيف ومورق كده وهتعجبك ان شاء الله. اتفرجي على الفيديو بالكامل وتعالي شوفي عملناه ازاي مع بعض، وان شاء الله الطريقه تعجبك. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من السكر. هقلب السكر مع الملح مع الدقيق. هو عجينه الفطير ميه وسكر وملح والدقيق بس. هنعجن العجينه دي كويس جدا، دي اهم خطوه بقى في الفطير. لازم العجينه بتعجنيها كويس عشان تعمل معاكي عرق كده، عشان الفطير يطلع معاكي مظبوط جدا. شايفيني بعجنها الاول كده، وبعدين هديها عجن حوالي 10 15 دقيقه كده لو هتعجني على ايدك. لو في العجان بتعجني حوالي 7 8 دقايق كده، لحد العجينه ما يبقى قوامها بالشكل ده. هفضل اعجن فيها فتره كده لحد ما تعمل عرق معايا. كده احنا عجننا اول حاجه، يعني اهم خطوه العجن. هغطيها واسيبها ترتاح نص ساعه، وانا زي ما قلت لكم هشتغل بالزبده، بس اهم حاجه الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ عشان ما تقطعش معايا العجينه. هرش رشه دي كده على الرخامه، وبعدين هاخد العجينه بقى بعد ما ارتاحت وابدا افردها بشكل مستطيل كده. قد ما تقدري افردي، يعني على قد حجم الرخامه بتاعتك. احنا مش اهم حاجه الفرد عندنا دلوقتي. وزي ما قلت لك اهم حاجه الزبده ما تبقاش ساقعه، لان لو ساقعه هتقطع معاكي العجينه. الزبده تكون سايحه زي ما انت شايفاها كده. بعدين بقى هاخد ال 150 جرام زبده دولت ادهنهم على وش العجينه اللي انا فردتها دي. احنا بنعمل فطير بالزبده زي فطير المخابز، بيبقى خفيف جدا وحلو جدا وبتاكلي منه ما بتتعبيش، وبجد النتيجه هتبقى مرضيه بالنسبه لك. ادهن ال 150 جرام زبده على وش العجينه بالشكل ده، وبعدين هبدا الف العجينه دي رول بالشكل ده. وكل ما صغرت الرول كده هتعملي طبقات كتير. اهم حاجه رشه الدقيق اللي تحت عشان العجينه ما تلزقش منك. انا لفيتها رول بالشكل ده. هبدا اقطعها على 4 فطاير. لو انت عايزه تقطعي فطيره كبيره ممكن تعمليها على 3، لو عايزه كبيره قوي ممكن تقطعي الرول ده على 2 بس. بس كده الفطير حجمه مناسب جدا وحلو. هبدا بقى احطهم كده، شايفين التوريقه؟ هبدا احطهم كده واغطيهم بكيس بلاستيك وادخلهم التلاجة حوالي نص ساعه عشان الزبده ما تسحش مني وانا بفردهم للمره التانية. بعدين بعد ما ارتاحوا في التلاجة نص ساعه والزبده بقت متماسكه كده، هبدا اخد كوره كوره كده على الرخامه وافردها برضو فرده خفيفه كده. زي ما انت شايفه كده، مش محتاج وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص، والنتيجه بجد هتعجبك ان شاء الله. هبدا الم العجينه كده على شكل، يعني المها كده زي ما انتم شايفيني بلمها كده، وبعدين اقفلها من تحت كويس جدا زي ما انا بعمل كده برضو عشان ما تفتحش مني. اهم حاجة نحافظ على الوش بتاع العجينة عشان ما يتقطعش. لو اتقطع منك مش هتقب منك في الفرن ولا اي حاجة. عملت معاكم كمان واحدة اهي. اهم حاجة نرش رشة زيت بقى في المرة التانية، نرش رشة زيت كده تحت العجينة عشان برضو ما تلزقش على الرخامة. وبعدين بعد ما افردها الفردة ديت ابدا المها بالشكل ده. اهم حاجة احافظ على وش العجينة عشان ما يحصلش فيها اي قطع. لو اتقطعت مش هتقب منك في الفرن. بعدين اريحها كده في الصينيه اللي انا هبدا اخبزها فيها. كل ما ريحت العجينه اكتر تتفرد معاكي بسهوله ما تتعبكيش خالص. هبدا افردها، مش ببقى دهنه الصواني اي حاجه. في الوقت ده بقى بكون مشغله الفرن على اعلى درجه حراره على الصاجه اللي تحت خالص. الفطير ما بياخدش وقت في الفرن، وطالما وانت بتفرديه كده عمل معاكي الفقاعات دي اعرفي ان هو ناجح جدا، وان شاء الله هيرتفع في الفرن. اهم حاجه ما ترققيش طبقه الفرد قوي. يعني الصينيه اللي معايا دي تقريبا مقاس 30 سنتي. بعدين بيطلع معايا بالجمال ده، ما بياخدش حوالي 10 15 دقيقة في الفرن وبيطلع معاكي بالجمال ده. 4 فطاير من كيلو دقيق، فطاير وسط حلوة جدا. طريقة سهلة خالص، بطريقة فرد سهلة لو عايزة تعمليها الصبح يعني للفطار كده مش هتاخد معاكي وقت. بجد جربوه بالطريقة ديت وانا متأكدة ان شاء الله ان هو يعجبكم. انا عملته معاكم قبل كده بالسمنة البلدي. ال- المرة دي عاملاه بالزبدة، بجد خفيف قوي ومش بيتعب خالص. للناس اللي بتخاف من الحاجات التقيلة بالسمنة جربيه بالزبدة ومتأكدة ان شاء الله ان هو يعجبك. اهم حاجه بقى لو الوصفه عجبتك ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو منك ومتابعه للصفحه، لان الصفحه محتاجه دعم. والدعم ده بيجي عن طريق التفاعل على الكومنتات او اللايكات او المتابعه على الصفحه. فاتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبك وتعملي لي لايك وكومنت ومتابعه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.